حمل الامر كله على الله. الله يعني بالله عليك انا مش قلت لك من قبل من سنوات ان انزلت من ينزل همه بالله، من انزل همه بالله زال، ومن انزل همه بالناس زاد، وشتان ما بين اللام والدال. احفظها ايه؟ من انزل همه بالله زال. لان هل طلبك لله عز وجل هيحال الى لجنة، هيحال الى هيئة، الى جمعية، الى مجلس امناء، الى مجلس؟ يا اخي اذا قال للشيء ايه خلاص والله قبل ان يقول كن، لانه اراد ان يعطيه لك. خلي بالك ما فتح لك باب دعاء الا وهو يريد ان يعطيك. حفظها هذه الجملة اخرى. ما فتح الله باب دعاء على عبد الا والله يريد في سابق علمه ان يعطيه. فجعل الدعاء سبب، جعل الدعاء سبب، عشان انت لما تدعو رب العباد عز وجل يعني وقال ربكم ادعوني. طيب دي المعادله يقول يا اخي ادعو. لا، هو انت شوف، اذا لم يستجب لك رب العباد مطلبا ما فاعلم ان هذه هي الاجابه. ما طلب عبد امرا من امور الدنيا الا ورزق على قدرها هما. حتى تنكد عليك قبل ما تروح، خلي بالك. ما طلب عبد اقول لك شيء، مش الزوج والزوجة عريس وعليه سنتين ثلاثة لا ينجبوا، تيجي الاطباء طيب في مش عارف ايه، طفل الانابيب، في طفل الحقن المجاري، في مصاريف، وبعدين يجي الولد. جاء الولد، هو طبعا ربنا يرزق يا رب كلا بذرية يا رب ان شاء الله. جاء الولد او البنت خلاص، الولد سخن، الولد في مشكلة، في حاجة في الجينات بتاعته، في الكروموزومات بتاعته، في مش عارف الفصيلة بتاعته مش عارف ايه، العظم بتاعه فيها شيء، وبعدين مش عارف كليته فيها. طيب سلمة من الامراض، عايزين نبحث له عن مدرسة، لازم يحجزوا الولد في المدرسة وهو قبل ما يتزوج امه، صح؟ عشان يضمن ان في مكان يعني. سبحان الله. ويتودد لده، تودد يا شيخ عمر، تعرفش المدير، تعرفش الوزير، تعرفش الغفير. المهم يدخل الولد المدرسة، بدأنا في الدراسة. رجع الولد في مشكلة. حسن ماله؟ ضربني حسن وابو حسن، نروح نتخانق في حسن وابو حسن. الله لا اله الا انت سبحانه. مش ده الولد اللي انت كنت عايزه؟ فكبرت المشكلة مع وجود الولد. فما طلب عبد من الدنيا شيئا الا ورزق على قدرها هما. انت مقتنع بكلام ولا بتضحك عليا كده؟ انا يعني هعتبر انك مقتنع يعني هعمل شيخ كبير السن. المهم